5 شغلات دير بالك تعملهم أثناء فترة الامتحانات إذا أنت كنت طالب سادس وتدوغ المي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عماد، طالب جامعة الموصل، كلية طب الأسنان، المرحلة الخامسة. ما أريد أبلش وظل أحكي بالموضوع وما فشني مقدمات، أريد مباشرة أفوت بصلب الموضوع اللي هو ال5 شغلات. راح نجي على شغلة رقم 1. شغلة رقم 1 لازم تخلون ببالكم شغلة انه انا ما لازم اخلص المادة بالكامل. دكتور ما راح الحق، دكتور اشون ما كملته، دكتور بعد لي فصل، دكتور اعوف هذا الفصل لو اخلي هذا الفصل. كثير من الاسئلة تجي وتراود بال الطلاب انه انا لازم اخلص كل المادة ولا لا. شوفوا، مختصر السالفة وكل مختصر. انت اليوم بلشت الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، على سبيل اي ماده. انا من عاد احكي ما عاد احدد ماده معينه. طبعا من احكي انا اريد تركز لي على النبره مال الصوت مالتي، واريد تركز ايش عاد احكي بالتفصيل الممل. تمام؟ لان اي شيء راح احكي لك هو اذا ما راح تطبقه او ما راح تلتزم بينه، تمام، من هالناحيه احتمال انت ما راح، خلينا نقول، يطيح حظك لا سامح الله، لا راح تحط نفسك بمكان مال التوتر. فليش؟ ركز بالفيديو، تمام، وتابعه شوية ما راح تخسر شيء. تمام؟ اوكي، بس ركز معي. انت اليوم بلشت بالفصل الاول، تمام، كملت الفصل الاول، كملت، خلينا نقول فرضا اظل عندك فصلين، تمام، وانت تدحق على الساعة، ما ظل عندك وقت. شوف، بهاي الحالة ايش تعمل انت؟ راح اقول لك ايش راح تعمل. انت راح تبدي تقرأ على السريع شفهي، ماكو وقت لتقعد ورقة وقلم ومن هالسوالف. وهسه اجيكم على هاي السالفة. اعرف جاك سؤال انه ادرس ليلة الامتحان ورقة وقلم لو شفهي، هسه اقول لك. تمام؟ شلون راح تعمل؟ راح تجي تقرأ المواضيع السريع بشكل شفهي، لكن ركز، بشكل شفهي لكن دقة بالتركيز اريد. اوكي شفهي يلا ما فيش مشكلة، لا ماكو شيء. تبدي تجيب الكتاب الصفحة الفلانية تقراها بكل تركيز، بكل أشقد الله أعطاك تركيز يا أخي، هي ما عندك غير هاي الوقت، فأشقد الله أعطاك تركيز خوش أنت حطه مع نفسك بهاي الوقت. قول أنت، فكر مع نفسك، والله العظيم ما ظل لي غير بس هاي الكم ساعة وأروح الامتحان امتحن وأرجع من الامتحان. فحتى أنا هسه مع مرحلة خامسة من أغشع نفسي فد مرة ضايقته وما عاد أطيق أدرس وبعد عندي مادة، راح أقول لك عبارة دائما خليها ببالك: التعب يزول خوش لكن النتيجة تبقى. هاي العبارة خليها ببالك. قول هاي العبارة من أحمد عماد، تمام؟ دائما خليها ببالك: التعب يزول، النتيجة تبقى. تركز بالعبارة شقد حلوي انه انت بعد كم يوم التعب كله راح يروح لكن النتيجة راح تظل. فانت من هسه تبدي وتماطل والله ماكو وقت وما فشني وما راح الحق. ماكو واحد ما الشكل، كلتنا هالشكل. ما احكي لكم عن نفسي او مثلا عن صديقي او عن اصدقائي، لا احكي عن الكل. ماكو شخص والله مالي واهس بعدين اكمل. اكو شخص خلي ادوس على نفسي، خلي اكمل. وانت من تروح على الامتحان مرات تجي معلومات انت كن لمحته، تختار يطلع صحيح، تمام، تكتب يطلع صحيح، انت ايش يعرفك؟ فانت اعمل اللي عليك والباقي على الله. تمام؟ فانت من البداية اصلا مالك واهس انه تخلص من هذول الفصلين وتقول يا عبد يلا يم فصلين دخل يروحون ايش خسرانين احنا. انت بهالحالة عذر نفسك وعذر مستقبلك وعذر كل الناس اللي يحبوك وعذر نفسك مستقبلا وعذر حتى اولادك وزوجتك. فانت هسه بالسادس ميت على الدرجة. تعرفشني ميت على الدرجة؟ يعني صور انه انت بوينت تو بوينت خوش يطيرك بين المحافظات، يطشرك الشكل بين المحافظات. فانت ليش من هسه ما تبذل جهد خوش وبالامتحان والله جبت هذول الفصلين شلون؟ لا ماكو شيء. جيت هذول الفصلين انا اقعد اقلبهم على السريع، بالله العظيم 100% راح تتذكرهم لان انت مراجعهم. خلي ببالك انا احكي على الطالب اللي مضبط، تمام، ما احكي على طالب تو تجي قيري الماده لو ما اعرف من وين يجي ما راح تتذكرها اذا انت قيريها من اول مره. ماكو شيء. اما اذا انت قيريها اكثر من مره فراح توكل على الله وصدقني رب العالمين راح يغشعك ويغشع تعبك ويقول هذا الطالب تعب، وهو رب العالمين راح يذكرك
شلون اقول لك؟ هي بالمعلومه، انت على غفله قاعد تصفن الشكل، طرب جت ببالك المعلومه مباشره راح تكتبها وتدعي. وانت اثناء فتره الامتحانات يعني من راح تخلص امتحان راح الشكل تحس شويه الضغط عنك، الستريس راح يخف شويه 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 الى ان تصل اخر الامتحان. فهاي السالفه مالت تقول لي انه انا والله هاي الفصلين دي يلا خلينا نعوفهم يجي الترك، لا تجبر نفسك على مكان انت ما تطيقه. ما تعرف انت ايش اذا جيتك بالامتحان وشعت مثلا اكثر من سؤال عليهم، او مثلا الترك ما موجود وانت كنت تدور معدل، تعرف ايش راح يصير بيك؟ راح تدمر. فرجاء رجاء اي شخص يفوت يقول لي احمد اترك هذا الفصل، لو هذا الفصل راح اقول له انا معروف بالفصول، جديات انا معروف بالفصول هالشكل. يعني كوي يقول لك هذا الفصل علينا فلان درجه، جاب الامتحان غير درجه، يعني انت ايش عرفك؟ فلهسه بقول ادرس كامل لا تترك شيء، ادرس كامل لا تترك شيء. تمام؟ بالاضافه قناتنا على التليجرام وعلى الانستغرام، ايش تحبون انا موجود ان شاء الله، اسالوني اجاوب على الكل. هاي شغله رقم 1. شغله رقم 2، لا تقعد تلح مع نفسك. انا يعني انا مع مرحله رابعه هسه صار عندي هاي السالفه، انه اقرا هاي الفصل، لو اقرا هاي المحاضره، لو اقرا هاي المحاضره، والوقت يمشي، يعني الوقت يمضي، ما دي ينتظرك والله الوقت. انت قعد 5 دقائق مع نفسي افكر بالسلبيات والايجابيات، ما يحتاج اجيب لك ورقه وقلم، عسري عسري بدماغك. اقرا هذا الفصل اول شيء، لو هذا الفصل اول شيء، هذا الفصل مرتبط بهذا الفصل، اقرا هذا الفصل وبعدين اروح على ذاك الفصل، حتى لا ترجع على شيء. وخلي ببالك شغله، من انت ما تتذكر بالبدايه كوي هذا شيء عادي، لان كلنا ما نتذكر. بس اما اذا انت تظل تقول ما اتذكر ما اتذكر ما اتذكر وباقي على هاي النقطه انه انت ما راح تتذكر، فانت ما راح تتذكر. فانت لازم ايش تعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، راح ابلش بهذا الفصل، اتذكره غصبا عني، واقرا واعمل اللي علي واروح اعبغ الفصل. لا تظل بنفس الفصل الشكل تلزق بربه الفصل، لا تلزق بينه الفصل. اوكي؟ لا تلح بالموضوع. تمام؟ وتذكر عبارة، دائما تذكر عبارة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تمام؟ قلت مع نفسي بسم الله الرحمن الرحيم، لا حريق لي ما قال. تمام؟ فهاي السالفة دائما خليها ببالك، انه انت من تسعى رب العالمين راح يمد لك الطريق. انت ما تسعى هوني قاعد وماسك الموبايل وما فشني وظلت تلتهبين ومرشحات وما فشني، والله هذا السؤال يمكن يجي، والله هذا السؤال خلي احفظه. انت ما راح يصير راسك حظ، انت ما راح تطلع معدل. تمام؟ فهاي السالفة شيلها من دماغك وامحيها، ولا تخليها دائما. اشقد بيك حيل اقرا، لا تفكر والله اقرا هذا الفصل، لو اقرا هذا الفصل اقراهم اثنينات، امشي على السريع، ما اظل بنفس المكان. هذا ما تذكرتونه بعدين ارجع له، ماكو شيء. انا دائما الشكل اقول، ولحد الان انا اقع بهذا الخطا، بعدين ارجع له. افتح صباحيه الامتحان انا ما كنت قريتونه، يا اخي لو كنت قريته بنفس وقته، حتى لو الشكل قراي على السريع كان احسن ما قلت بعدين، لان هاي بعدين تتكاثر، هاي بعدين شويه 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 بح تروح. تمام؟ هسه انتهينا من شغله رقم 1. شغله رقم 2، من تطلع من الامتحان لا تحل. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، الله يرحم ميتينك. من تطلع من الامتحان يا اخي لا تحل لا تحل لا تحل. بفضل الله هاي السنه اول سنه اطيق اسيطر على نفسي انا. تمام؟ بالسادس ما كنت احل، طلعت على الكليه مرحله اولى وثانيه وثالثه انا هالشكل، الا الشكل تجيني نوبات، الا مثلا اروح اخشع هذا السؤال واخشع غلط وانغث وانا ناجح، يعني اتصور شلون؟ فهاي المرحله قلت والله العظيم هالامتحان انا ما راح اخشع ولا نتيجه. فقمت ايش اعمل؟ اطلع اخر واحد، بحيث اطلع برا ما اكو بشر، قبل مباشره ارجع البيت وبس اشيل الماده من بالي. هذه خلص، وهذا احسن شيء ممكن تعمله انت. فانت من تطلع من الامتحان حبيب القلب
وتغشى جماعتك وتغشين صديقاتك منوني ومنوني، تعالوا نحل بالله منوني سؤال ومنوني سؤال ومنوني سؤال، هذا صح هذا غلط هذا صح هذا غلط، الدرجة تطشر عرضه، خوش تطشر عرض الدرجة. راح ترجعون على البيت ما جاوبتوا مليح، يجوز انت مجاوب يجوز انت مجاوبة بس ما حد يعرف، يجوز هذا طلعتمه ما جاوب صح، يجوز هو اللي يقللكم الجواب الصح هو اصلا ما يعرف الجواب الصح. فهذا ما نتيجة ثابتة انه نخلي هذا الجواب مالته صحيح. مثلا صديقي قال لي هاي السالفة ما حد يعرف، يجوز انت كن حليت صح يجوز انت كن حليتي صح بس ما حد يعرف. فمن ترجع من الامتحان تجيب الكتب مالتك والمراجعات والقنوات اللي حتى انت داخل بيها المادة، اطلع غلس على كل شيء، اي قناة تغشع بيها ينزل والله الاجوبة النموذجية اطلع منه، ناحية انه انت راح تنغث. ان كان جوابك صح فخيرا على خير وانت ما راح تنغث، ان كان جوابك خطأ انت راح تنغث، وهسه اذا ما حتى راح تأثر على الامتحان الجاي وراح تتعب نفسيتك. تمام؟ فلا اريد من عند اي شخص من تطلع من الامتحان لا تحل ابدا ابدا ابدا، توكل على الله ونتيجتك مباشرة هذه. لان انا اذا جيت وحليته او ما جيت وحليته فنفس الشيء، ما راح اقدم او اخر شيء حرفيا، يعني ما راح لا تقدم ولا تاخر شيء. فالحل انهينا من دماغك، خوش طلعت من الامتحان في امان لا توكل على الله وخلاص انهيها للسالفة. الامتحان اللي بعده راح يكون اصعب اسهل، انا ما يدخل بهاي السالفة، المهم انا عديت الامتحان. تمام؟ هاي اهم شيء انه انت عديت الامتحان وتوكلت على الله، هذا اهم كل شيء. انت مسؤول عن السعي ما مسؤول عن النتيجة. هذه شغلة رقم 3. احل بليلة الامتحان ورقة وقلم لو شفهي احمد. شوفوا ما اجزم ولا اشمل كل المواد، بس الشيء الشفهي لا تقعد تمسك لي هو ورقة وقلم، الله يرضى عنك، لان انت ما عندك 40 يوم، انت عندك يوم يومين 3 ايام كثرت، انت وقتك محدود، عندك كم ساعة، تبدي اول ما تبدي المواد تبدي تقسمها، تقسم هذا الفصل شفهي، هذا الفصل بينه مسائل حسابية، احل من عنده كم سؤال، ما تقعد تبلش بدين اما الاسئلة كل الاسئلة تحلها، ماكو شيء. اذا انا وانت هسه نتعاون تمام حتى انه نحل كل الاسئلة، فان شاء الله فد 20 يوم حتى نخلص كل الاسئلة، فماكو شيء. تجي على مثال هذا المثال يتشابه اعوفوا، هذا المثال فكرة قريبة لكن شوية اختلاف، اقراها شفهي، انا عاد احكي لك المواد الحسابي بس لازم تحل بيدك ولو سؤال واحد. اذا ما حليت سؤال يجوز انت وعد تحل بالامتحان والله وصلت هاي الفقرة وقمت بلشت تلوص، بلش هرمون الوص يعلى عندك بهالمرحلة، فانت من تلاحظ انه هرمون الوص يعلى عندك فانت خلص المعنويات خرطت المعنويات والسؤال راح فلت من ايدك، خلاص بقي على الله، ايش ما تجي درجة راح تجي. فليش اعرض نفسي لهذا الموقف السخيف تافه، اجي احل السؤال للنهاية، حتى لو كانت الارقام تلعب النفس صغيرة بالنهاية انت كمل السؤال من البداية للنهاية. البعد نفس الفكرة عوفوا، البعد نفس الفكرة اختلاف بسيط اعوفوا، لكن اقرأ ارشع وين هذا الاختلاف، تعال يا ابو هذا السؤال والله هوني هذا السؤال هوني الاختلاف، امسكه اقرانه ادقق علينه، يلا هذه بسم الله الرحمن الرحيم قلب الصفحة اللغة. تمام؟ فما انت تحل كل الاسئلة اعذرني كلش تعذرني، وقال لك هي بوتشك انه انت ما راح تلحق وراح يخلص الوقت وتحس نفسك كل شيء ما عملت، راح تحس نفسك بدون انجازات. فما تقعد ورقة وقلم هاي السالفة، وهاي بس هسه يعني بس بالكلية بس بس بالسادس هاي الورقة وقلم، من تطلع الجامعة ما راح تغشى ورقة وقلم ان شاء الله، الا قليل يعني قليل كلش تغشى ورقة وقلم، لان ذاك الوقت المفروض انه انت شيء عربي ما عندك، يعني انا ما اقصد كل الكليات،
اقصد هسه حاليا كلية اللي انا بيها، تمام؟ عربي ماكو شيء اسمه عربي، هاي حدد بس دجي اكتب بس اترجم الكلمات، تمام؟ هاي الشغله. زين نرجع على موضوعنا الاهم. هسه عوفكم من الجامعة، بعدين ان شاء الله نخصص له فيديو بعد ما تعبون ان شاء الله بحيل الله، ودائما نتفائلوا بالخير. يعني انه مثلا لا تخلون احد ياثر على حالتكم النفسيه، ما جاوبت والله ما راح تطلع معدل وما اعرف ايش، لا تخلون هاي السالفه يعني تنخزن بدماغكم، لان من تنخزن زحمه كلش تشيلوها، تمام؟ كلش زحمه انه انت تشيل هاي الفكره من دماغك. فانا من اقول لك اليوم يعني حاول تتفائل بالخير، اش قد ما تطيق صير بوزيتيف، يعني اش قد ما تصير بوزيتيف يعني الشكل انسان موجب، يعني انسان حيويه، تنقط حيويه انت، يعني الشكل خلي الحيويه والشكل هاي الموجب تطلع من عندك، الشكل انت تحرر انت شيء بوزيتيف، تحرر انت شيء ايجابي. لا تظل دائما تكبد على نفسك، تكبد والله ما جاوبت وما جاوبت، لا، من يوم انت ترجع من الامتحان تجاوب، خليك بنفس نشاطك، خليك انسان هالشكل، ما حد يطيق يخوك، ما حد يطيق يغثك بكلمه، ولو هاي الصراحه ما اعرف شلون، بس حاول تصير هالشكل يعني، ولو ما تصير هالشكل حاول شويه تصير هالشكل، ورب العالمين راح يسهل علينا الباب، تمام؟ فمثل ما ارجع واقول، لا 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 تحل كل الاسئله، لان انت راح تضر نفسك وما راح تلحق بالوقت، وبنفس الوقت راح يجي الامتحان وتلاحظ انه انت الكميه، تمام، الكميه اللي انت مخلصها ما هذيك الكثيره، يعني ما هذيك الكثيره، ما هاي اللي تضمنك المية اللي انت تريدها، او ما هاي اللي تضمنك ال50 اذا انت كنت تدور نجاح، فكلش راح تتعذب. فلا تدور تحل كل الاسئله، انتهى خلص، خلصنا ثلاثي، تمام؟ شغله رقم 4، هذا الموبايل تمام ما يفيدك، خوش ما يفيدك. صدق لي زين هسه ايش له دخل الموبايل بشغله رقم 4؟ ما له دخل. هسه راح اقول لك وين الربط بالموضوع، وين الرباط مال الحكي، تمام؟ رجعت من الامتحان، والله بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ناخذ لنا فد 3 ساعات 4 الشكل، انستغرام، فيسبوك، اخشع هذا وين راح وين جا ما فشني، وتقعد تلتهي والاربع ساعات تصير 8، والوقت مال ليلة الامتحان ما احكي لكم عنه، ما يحتاج يعني الكل يعرف بينه انه هو وقت ابد احسه وقت ما مبارك الله وكيل، تمام؟ انه بثواني يطير، فهذا الشيء جدا غلط. تطبيقات موبايل امسحوا، هذا الموبايل طبعا لو اكو شيء شكل يعني، هذا لو بس ما بينه مرات اكو اشياء تنزل يعني دراسه تصير بينه، الا والله العظيم المفروض بينما من الامتحانات يعني تشيله يعني. بس هسه مع الاسف يعني انه هذا زمننا هالشكل، انه لازم تضطر مثلا ينزل لك تبليغ، ينزل لك شيء انه بالموبايل هالشكل يجيك، مع الاسف يعني كلش، انه انت لو تمسكوا 5 دقائق للموبايل هم راح تلتهي بيه. يعني انا مثلا دفوت تطمش على تبليغ نزل، افوت اغشى على نفسي ساعه بالموبايل، اشون ما اعرف اشون. فانت لازم تحاول باكثر من طريقه، تحاول اكثر من طريقه انه تحافظ على الوقت مالتك، لان يبقى هذا الوقت يسمونه الوقت الذهبي. هذا الوقت مع الامتحان لو يجي واحد، لو انت طبعا انت راح تفكر مع نفسك، لو تقول هاي الساعه زمان لو اطيق اشتريها ب100,000 عندي اشتريها، والله العظيم بدي اشتريها. اوكي قد تكون هسه كلامي انت، بس اكيد يعني حسيت بهذا الشيء، لان انت امتحنت هسه، ما انت ما امتحنت، يعني اغلب الطلاب هسه امتحنوا، هذوك 3 امتحانات ما في 2 امتحنتم، يعني ما خلينا نقول انت ما قدمت او قدمت على هاي المكان، لا انت صغت بيها لهاي المكان اصلا، وانحطيت تحت هذا الامر الواقع، وانحطيت تحت هاي الظروف. فما تقل لي انه ترجع من الامتحان تمسك لي الموبايل فد ساعتين 3 استراحه، والله انا مجاوب ما فيشني، ما شيء. ركز على نبرة صوتي ايش قاعد احكي، ركز كلش. من ترجع انت من الامتحان ما راح يفيدك الموبايل، ولا راح يفيدك الانستغرام والتطبيقات وهاي السوالف، الا اذا كان حصرا، يعني نحن دائما نحط اكسبت يعني شيء استثنائي، اذا كان عندك شيء ضروري، او مثلا تسأل احد، او مثلا من هالنواحي هاي نستثنيه هذا، حتى لا نكون قد شملنا الكل. دائما نحط اكسبشنات، يعني شيء استثنائي، لكن يبقى الشيء الأحسن شيء من أنت تعمله، ترجع من الامتحان تتوضى تصلي لك ركعتين، يعني إنه أنت جاوبت أو ما جاوبت، أنت إنه أنت رب العالمين الحمد لله والشكر
انه واحد انت على الامتحان ورجعت، يعني هذا الشيء كلش يعني نعمة من الله. يعني انت جاوبت او ما جاوبت، انه انت فتت على الامتحان، عسى ما انت اجلت، خلاص انت عملت اللي عليك، انه رب العالمين رحت ورجعت بخير وسلامي، الحمد لله والشكر. هاي تستاهل انه من ترجع من الصلاة صلي ركعتين لوجه الله تعالى، تمام، على هاي النعمة اللي انعمها عليك، انه انت وصلك الامتحان، انت امتحنت او ما امتحنت خلاص، بعد هذا قضاء وقدر، يعني وقدر رب العالمين انه هالشكل راح يصير بيك، تمام. هاي شغلة. الشغلة رقم 2، من ترجع اكل لي لقمتين ثلاثي واغمى اصلي طبعا واغسل وابدل، وبعدها انام لك فد. تعرف شلون تنام؟ استقلك شلون تنام. نام لك فد عدد ساعات معين، يا اما ساعة ونص يا اما 3 ساعات، بحيث تكمل السايكل. السايكل هي حلقات النوم، تمام. الحلقة الوحدة مال النوم ساعة ونص، فانت نمت لك ساعة ونص قعدت، انت هوني فول. نمت لك 2.5 ساعة راح تقعد شوية جسمك مكسر، تمام. وحاول دائما من ترجع من الامتحان او فترة النوم مالتك لا تخليها بعد صلاة العصر. وطبعا دائما ارجع واقول انه هذا الشيء اللي قاعد احكيه انا، انت مخير ما مجبر انه تروح تنفذه كله نفس ما قاعد اقول انا الين. وهم خليني احكي سالفة بشكل جدا دقيق، انت ما مجبور انه تمشي على هاي النصائح اللي انا اعطيك اياها 100%. خذ اللي تستفاد من عنده والباقي عوفه، يجوز غيرك يستفاد من عنده، تمام. فانت ما انا قاعد احكي لك هو انه انت تجي تطبقه هذا الكلام لازم اطبقه 100%، لا، ماكو شيء. اكو بشر عن بشر تختلف، ناس عن ناس يختلفون، اطباع وما فشني، والسوالف كلها تختلف، يعني ماكو شيء يشبه شيء بالضبط 100%، الا ما ندر اكيد. يعني هاي كملنا حاليا هذوي 4 شغلات، تمام. بقت هاي الشغلة الوحدي. قبل لا ادخل على هاي الشغلة الوحدي اغيد سالفة من عندكم، انه انا من اقول فوتوا اسألوني ومن هالسوالف، يعني جديات انا ما اغيد عشان اقول لك هي اقعد اسولف معاك من هسه لي بعد غدا اقعد اسولف معاك او معاكي بخصوص الدرس من هسه الى بعد غدا، بس انا ما عاد انطر كوي. اوكي عوف شغلي والتزاماتي والعيادة وهاي سوالف عوفة، ركز على شغلاي وحدي، انه انت وقتك عيضيع، انت وقتك عيضيع، تمام. انا اوكي وقتي عيضيع بس ما يخالف يا ما يخالف، بس ما مثل وقتك، ما مثل وقتك. هسه حاليا وقتكم في سبيل الحصر، يعني الشكل، يعني لو بيدي هسه امسكوا هذا الوقت اللي راح من عندكم، يعني المفروض تمسكوا انت هذا الوقت الشكل وتجمعوا. لو كان الوقت يلن كان تتلموا للوقت وتجمعوا حرفيا يعني. فهاي السالفة دائما خليها ببالك، دائما خليها ببالك. وايش تحتاجون؟ اي سؤال يخطر ببالك ما فشني، هذا الانستغرام موجود، التليجرام موجود، تمام. خلي لي سالفة ببالك وحدي كلش مهمة، لو من هسه لي بعد غدا اظل اسرد لك كلمة مهم الى اخره forever، ما راح تخلص. انت عليك انه تنظم نومتك، انت عليك انه تنظم نومتك. والله 2 ساعة انام، ماكو هالشك شيء، ما اكو شيء، تمام. هاي السالفة خلي لي ببالك، زين. الشغلة رقم 5، التغذية والنوم الصحيح، تمام. انا اليوم رجعت من الامتحان ما اكل قبل انام، واقعد هم اكل شوية وبلش ادرس، وجسمي كله الحيل مالتي يخلص، انا ما عاد احس بهاي السالفة، لكن شوية الى ان اقع. يا اخي التغذية كلش مهمة. لا تصل لهاي المرحلة انه انت تصل لمرحلة الشبع يلا تقوم، لا، اكل على قد طاقتي، بس بحيث انه انا احس نفسي انه انا بعد ما جوعان، ما الا اقعد ادق الشكل، الا اكل الصحن كامل واقوم، تمام. وهم هذا الفيديو غشعون لاهلكم، انه من انتم تغشعون اولادكم ما يريدون ياكلون، تمام، ما الح علينا وجي يعمل مشاكل معانا والا هسه ياكل، لا ماكو هالشيء. تعال امسكه اقعد كل، اجيب له الاكل يمه، هو يدرس ياكل، تمام. ولو اثبت التجارب حسب ما سمعته انا انه غلط واحد يدرس وياكل، ما اعرف ايش السالفه بس اتوقع غلط،
تمام. بس ما يخالف نعديها هالايام لان ما وقت نفوت بنقاشات وعفشني، ما وقت هاي السوالف. تمام. هاي ضحكة يعني سجلوها يمكن من وانا هسه ضحكتوا. كثير من الناس ليش ما تضحك احمد بالفيديوهات 24 ساعة الشكل وهاي. شوف انا ما اريد امسك الفيديو ونقعد نضحك ونسولف وما فشتي، ماكو وقت لهاي السوالف. الضحك وهاي السوالف لها وقتها، وهسه انت او انتي لكم وقتكم اللي ما يتعوض، ما يتعوض، هذا الوقت ما يتعوض. فاذا اكلت لك الصبح وجبه من طلعت الشكل ولو تمغايتين ولو 3 تمغايات او 5، لازم يكون عدد فردي، تمام، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. فمال انت تجي ما تاكل لك كل شيء، وتجي الظهر همين ما تاكل لك كل شيء، وتجي العصر همين ما تاكل، وبالليل وتنام، يا الله ما يخالف كل شيء ماكو، جسمك راح يبدي يتاكل من جوا، راح ينهار، تمام. فهاي السالفه ما اريد تخلوها ببالكم. ما اريد ويحد والله ما اريد اكل وتجي من هون ام تصيح علينا واخون ويا بدي كلي معود وتصير مشاكل، وكوي كان صارت يعني ماكو بيت ما يخلو من المشاكل. يعني حتى انا هسه من الناس، انت ما تغشعوني هالشكل حالتي على اصور لكم فيديو والدكتور وبالك بالك وما فشني اكيد حياته سعيده، ماكو هالشي شيء. كل الناس من تنشر شيء، وخاصة انا يعني عاد انشر لكم شيء حتى في سبيل الفائدة، تمام. فمن انا اجي انشر شيء ما حدا يعرف ايش يصير خلف الكواليس، بس الله، تمام. والناس المقربين من عندي اكيد اللي انا احكي لهم، ولو انا ما احكي لأحد صراحة. نرجع لكلام. فانت تغذية صفر، نوم صفر، درس فول، يساوي نتيجة تخزي، حرفيا نتيجة ما راح ترضيك وتلعب النفس همين. هسه تقول ايش تحكي انت؟ شوف الانسان يحتاج فترة من النوم حتى يخزن المعلومات. اكو على واطيق اعملكم هذا الفيديو مال الذاكرة طويلة الامد والذاكرة قصيرة الامد. فانت من تجي تدخل معلومة على دماغك، ان شاء الله هم نحاول نعمل فيديوهات بالايام الجاية، تمام. من انت عتفوت معلومة بدماغك وتريد له مثلا قبل تنخزن، هذا الشيء ماكو هالشيء. اذا انت ما تاكل واذا انت ما تنام فما راح تنخزن المعلومة بدماغك بشكل صحيح، خلينا نقول. فاللي يريده من عندكم، تمام، انه كل على قد طاقتك، لا تكثر، وهم لا يجي احد يعني مثلا انه انت تاكل كثير تاكل كثير تاكل كثير الى ان تصل والله اليوم طبخوا لنا باميه، دقه باميه، وغل باميه خالد نام. يعني هاي المشكله انه مرات من تشبع كثير تحتاج تنام، ومن تحتاج تنام 3 ساعات 4 ساعات هاي غيحه، يلا الشكل راح الوقت، تقعد اشني هذا ايش يصير دخيل الله اشني السالفه، ضاع الوقت عليك، وتبلش بمرحله التبكبك. هاي المرحله انه تظل تلوم على نفسك وتنكد على نفسك وتروح على الامتحان وما راضي، وترجع هم ما راضي، وراح ترجع بنتيجه ما راضي. والحظ اكيد قتلنا. زين. الحظ معناته الحراره، خاف احد ما يعرفشني. الحظ بالمصلاوي معناته الحراره، تمام. زين. وبالمناسبه انا من عاد اقول يعني هاي السوالف وهاي ما فشني كله في سبيل انه اوصل لك ولو 0.1، هاي العبارة مالتي اللي دائما اقولها، ولو 0.1 افيدك كلش كافية، كلش كافية. تكتب لي رحم الله والديك بالتعليقات، نعمة كريم، كلش كافي. انا ما اريد اشان اقول لك اياه انه ابلش اعطيك شيء غلط حتى انه انت تروح تغلط، ماكو هالشيء. انا من عاد اقدم لك نصيحة نابعة من القلب، وان شاء الله تكون من القلب الى القلب ان شاء الله. يعني هذا الشيء انه اعمله ولو 0.1 استفادت معلومة كلش كافي. على كل حال القنوات بالبايو مال الوصف، او البايو مال الوصف، ايش يعني القناة بالوصف، تمام. ايش تحتاج انت؟ قناة مال التليجرام ومال الانستغرام، تمام. ايش تحتاج؟ سؤال ما فشني لا تتردد، عسى ما سؤال سخيف همين اكتبوا، احاول ارد على اكبر قدر ممكن من التعليقات ان شاء الله. بالاضافة اريد الكل يشترك بقناتي اللي هي اسمها الفصيح، تمام. مجموعة من القصص انا اعملها، تمام،
وأحط لكم هي بالوصف، هم موجودة، اشتركوا بيها. مرات تغير جو ما عفشني، فوت طمش انزل قصص، يعني قصص انا اقرا القصص الخصها في دقيقة، تمام، وارجع انزلها باللغة العربية الفصحى. زين، اي سؤال، اي شغلة مهمة تحسها تفيد زملائك، دز لي هي انشرها على قناة التليجرام، تمام. في سبيل ايش؟ في سبيل انه ما اريد واحد من عنده معلومة يحتكر المعلومة، هاي المعلومة انا راح اخذ بيها 100. لا والله العظيم، جزء غيرك ما ياخذ، يعني جزء غيرك ياخذ 100 وانت ما تاخذ 100. فلا تحتكر شيء على غيرك ابدا ابدا ابدا، تمام. وخلي ببالك شغلاي، والله العظيم الكريم رب العالمين ما راح يعطيك اذا ما على قد تعبك وفوق تعبك همي. اعزائي المشاهدين، الى هوني قد نكون كملنا الفيديو، تمام. اي سؤال، اي استفسار، اكتبوا بالتعليقات. ما عندك تليجرام، ما عندك انستغرام، تمام، وايش تحتاجون ان شاء الله اكتبوا لنا بالتعليقات الموضوع، وحطوا لايكات علينا حتى انا اخشع اعلى تعليق واكثر شيء تحتاجونه ان شاء الله، ونصور علينا فيديو. والى هون وصلنا الى ختام الفيديو مالتنا. اليوم 2024 شهر السادس، اليوم 22 بالشهر. هسه حاليا تقريبا صار لنا ساعة ونص نضبط الإنارة. هسه حاليا ساعة 22 دقيقة، تمام. إلى هون وصلنا ختام الفيديو، نلقاكم فيديو آخر، مع السلامة.